عودة أرنولد للأنفيلد، وعودة دي بروينا للاتحاد، وعودة إنريكي وديمبلي للكامب نو. اللي ليه حق هياخده. ازيك يا حبيب اخوك؟ دلوقتي بقى ريال مدريد هقول لك المجموعه بتاعتها هتقابل السيتي كالعاده، احنا كل سنه بنقابل السيتي، ليفربول، يوفنتوس، بنفيكا، مارسيليا، اولمبياكوس، موناكو، وفريق اسمه كايرات الماتي. كايرات الماتي ده في اكاغستان او كازاخستان، حاجه كده بلد بعيده. ريال مدريد بيقول لك الفرق بينها وبين اسبانيا يعني تقريبا في رينج 13 15 سنه ضوئيه عشان تسافر اصلا تلعب هناك. ومدريد بتفكرني بالماتش ده بماتش فرقه كان اسمها شريف في دور المجموعات، كانت برضو كسبت ريال مدريد بنفس الطريقه. بس المهم ان هنلعبها على ارضها، هنقابل السيتي. سيتي جوارديولا لحد دلوقتي مش احسن حاجه، انت تشابي الونسو لحد دلوقتي مش واقف على رجله، بس السيتي دلوقتي كان اخر ماتش حتى كان قدام توتنهام خسر على ملعبه 2-0. فالسيتي لحد دلوقتي مش مقدم احسن حاجه مع بيب جوارديولا. نخش بقى على ماتش الليفر. ماتش الليفر الجمهور مشحون من قدام ترينت الكسندر ارنولد، يعني هم مستنيين. اخر مره كان مش باحسن صوره، مشي من غير ولا فلوس تخش النادي وراح لريال مدريد. هو راجع دلوقتي مع ريال مدريد والجمهور مستحلف له، مع ان ارني سلوت اخر ماتش قدام نيوكاسل ما عملش برضه الاداء الكبير. لا، نيوكاسل كان ب10 لعيبه، وارجع شوف الحلقه بتاعت ماتش نيوكاسل كان عامل ماتش عالمي قدام ليفربول. فالماتش ده برضه هيبقى حلو جدا قدام مدريد، وهيبقى مهمه صعبه قدام تشابي الونسو. طبعا ماتش اليوفي برضه صعب، بنفيكا صعب، مارسيليا الى حد ما يقدر يتعامل معاها، اولمبياكوس نفس الموضوع، موناكو هيبقى الموضوع سهل شويه، وكايرات الماتي انا متوقع ان احنا ده الماتش اللي اكيد احنا هنخسره. نخش بقى على برشلونه. برشلونه هتقابل باريس في الكامب نو، ونقف بقى عند الماتش ده. اخر مره كان اراوخو اتطرد قدام باركولا، وكان باريس عدت برشلونه وطلعتها من نص النهائي. فانت مستني ماتش عالي جدا قدام انريكي حامل اللقب، قدام هانز فليك. واللي هانز فليك بيعمله في برشلونه يا جماعه ده ما ينفعش ان احنا ننساه. انا متوقع ان برشلونه هتبقى من 8 الاوائل اللي متاهلين مره واحده، وكمان متوقع انها ممكن توصل لنهائي وهي الاقرب بالفوز باللقب. ماتش تشيلسي هيبقى صعب جدا قدام برشلونه. تشيلسي الفرقه متكامله متوازنه، تقدر تلعب كمان هجوميا دفاعيا، كسبت باريس وده برضو ما نستهنش بتشيلسي. والماتش هيبقى في لندن. فرانكفورت الموضوع اسهل شويه، كلوب بروج هيبقى الموضوع اسهل، اولمبياكوس برضو نفس الموضوع، سافيا براغ برضو نفس الموضوع، كوبنهاجن نفس الموضوع. بس نتكلم بقى على ماتش نيوكاسل. ماتش نيوكاسل على ملعب نيوكاسل ده بيبقى ماتش من المصارعه، WWE. اندرتيكر وترابل اتش هيخش هيدغدغوا برشلونه، وبص مش هيسيبوا حد. الماتش ده مثلا هيطلع فيه كميه انذارات وطرود مش طبيعيه. ماتش نيوكاسل كان قدام ليفربول الماتش اللي فات يا جماعه مش طبيعي، كل كره بتاكلينج وكل كره بزحلقه وضرب وخناقه وشتيمه، والجمهور نيوكاسل على ملعبه جمهور صعب. زي الانفيلد كمان هيبقى برضو نفس الموضوع. الماتشات المهمه باختصار: باريس اللي قدام البايرن ده هيبقى ماتش مهم جدا وحلو جدا. توتنهام قدام باريس، توتنهام انا متوقع لها برضو ان هي ممكن توصل من ال8 الاوائل، وافتكروا الموضوع ده. برشلونه قدام باريس وده طبعا اتكلمنا عنه. ماتش ارسنال والبايرن حاجه كده من النوستالجيا بتاعت ارسنال انها بتخسر 7 و8. هل بقى ارسنال الموسم ده هتيجي تجيب حقها؟ ده برضو هنشوفه. نابولي قدام السيتي، وعوده دي بروينا للاتحاد، الملك دي بروينا للاتحاد. فنابولي انا متوقع لها ان هي موسم كبير برضو، هتكمل على نفس المستوى، بس السيتي هيقدر يتعامل مع نابولي. ودي باختصار الماتشات من وجهة نظر المهمة. في ماتشات كبيرة وكتير مهمة بس قدرنا نلم لكم اهم ماتشات. نيجي بقى لل8 المتأهلين من غير اي ملاحق ولا اي حاجة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدأ الصف عليا. بس انا متوقع ليفربول اول المتأهلين، توتنهام تاني المتأهلين، ايوان توتنهام انا متوقع لها موسم كبير مع توماس فرانكلين، وان شاء الله يعني ما تخذلنيش. برشلونة اكيد، ارسنال، مدريد، باريس، نابولي، تشيلسي. طبعا حضرتك هتشوف تقول يا جماعه مدريد ايه ده، طريق صعب، وهتقابل اليوفي مش في احسن حالاتها اصلا ومشت ناس كتير. بس عموما انا متوقع مدريد، وخدها مني ثقه، مدريد هتوصل من ال8 المتاهلين. وتشيلسي
يعني دي اقل حاجه ممكن اتوقعها. يعني ممكن تشيلسي ونابولي. انا بصراحه مش لاقي اتلتيكو مدريد مش هتعمل حاجه، ده انا حاسس ان سيميوني اصلا بدا يجيب اخره مع المشروع. بس يا حبيب اخوك، هي دي التوقعات وهي دي اللي هنرجع لها ان شاء الله بعد دور المجموعات، وهنشوف جبت كام واحده صح وكام واحده غلط. اكيد هتلاقي كتير غلط. اعمل بقى لايك سبسكرايب واكتب كمان توقعاتك انت في الكومنتات، واشوفكم في حلقه جديده.